السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة دي عندنا محاضرة رقم 4 في كورس الجيناتكس. المحاضرة دي هنتكلم على دور العلماء في اكتشاف الدي ان ستراكشر، دور العلماء في اكتشاف تركيب الدي ان ايه. هنبدأ بأول واحد عندنا هو شارجف. إيه اللي عمله شارجف؟ شارجف عمل أناليسيز للدي ان ايه، فوجد فعمل حاجة اسمها Principle of Base Pairing. يعني إيه؟ قال إن الأدينين must pair with thymine، الأدينين لازم ترتبط مع الثيامين، والجوانين must pair with سيتوزين، الجوانين لازم ترتبط مع السيتوزين. وطبعا زي ما قلنا في حاله الدي ان ستراكشر ان الادينين بيرتبط مع الثيامين ب 2 هيدروجين بوند، والجوانين بيرتبط مع السيتوزين ب 3 هيدروجين بوند. يبقى اول حاجه عندنا عملها شارجف، عمل حاجه اسمها برنسبل اوف بيز بيرنج. قال ان الادينين بيرتبط مع الثيامين والجوانين بيرتبط مع السيتوزين. طب تاني حاجه عملها شارجف، عمل حاجه اسمها شارجف رول. ايه هي شارجف رول؟ شارجف رول بتقول ان amount of adenine equal amount of thymine و amount of guanine equal amount of cytosine. يعني كمية الأدينين بتساوي كمية الثيامين وكمية الجوانين بتساوي كمية السيتوزين. ده اللي عمله العالم شارجف. يبقى أول حاجة عملها شارجف هي principle of base pairing. قال الأدينين لازم يرتبط مع الثيامين والجوانين لازم يرتبط مع السيتوزين. وقال حاجة اسمها الشارجف رول. إيه هي شارجف رول؟ amount of adenine equal amount of thymine واماونت اوف جوانين ايكوال اماونت اوف سيتوزين. طيب عشان نفهم شارجف رول لازم ناخد عليه مثال. المثال عندنا لو قلنا الادينين نسبته 30%، نحسب نسبة الجوانين كام؟ نقدر نحسبها ازاي بقى؟ ادينين بتساوي 30%، واحنا قلنا شارجف رول بتقول ان الادينين بيساوي الثيامين، يعني اذا الثيامين برضو بتساوي كام؟ بتساوي 30%. كده عندنا كام؟ عندنا 60%. اتبقى كام؟ اتبقى 40%. ال 40% دي هتتوزع على الجوانين والسيتوزين. ليه؟ لأن الاثنين بيساووا بعض. يعني إذا الجوانين هتساوي 20% والسيتوزين هتساوي 20%. according to ايه؟ according to شارجف رول. يبقى شارجف رول بتنص على amount of adenine equal amount of thymine و amount of guanine equal amount of cytosine. ده كان بالنسبه لاول واحد عندنا هو العالم شارجف. طيب تاني حد عندنا هو العالمه فرانكلين. فرانكلين عملت ايه؟ فرانكلين كانت خبيره في حاجه اسمها اكس راي ديفراكشن. ايه الاكس راي ديفراكشن؟ اكس راي ديفراكشن هو حيود اشعه اكس. طب ازاي؟ كل اللي كانت بتعمله كانت بتجيب اشعه اكس وتعرض مثلا سامبل لجزيء معين، فلما تيجي اشعه اكس تخش على السامبل ده بيحصل لها حيود. الحيود دي بتظهر عندنا في حاجه اسمها فوتوغرافيك بليد. الحيود دي اللي هي اول ما يخش على الجزيء فبيحصل حيود للاشعه اكس، فالحيود دي بتورينا ايه؟ بتورينا شكل الجزيء ده. وده اللي عملته مع الدي ان ايه. هي عملت ايه؟ اول حاجه جابت سورس اوف اكس راي، مصدر الاشعه اكس، وده عباره عن ليد سكرين، شاشه من الرصاص بيعدي من خلالها بيم اوف اكس راي اللي هو ايه؟ الاشعه اكس. طيب شعاع من اشعه اكس، وده عندنا ايه؟ ده عندنا الدي ان سامبل. ايه اللي بيحصل؟ كل اللي بيحصل لما اشعه اكس هتعدي على الدي ان سامبل هيحصل لها ايه؟ هيحصل لها ديفراكشن. لما يحصل لها ديفراكشن ظهرت عندنا الصوره دي اللي هي فوتوغرافيك بليد، ده عباره عن ديتكتور. ظهر عندنا الشكل ده. الشكل ده لما ظهر لفرانكلين قالت ايه؟ قالت حاجتين مهمين جدا جدا جدا، ودول اللي ساعدوا واتسون وكريك في اكتشاف تركيب الدي ان ايه. قالت ايه؟ قالت ان الدي ان ايه بيتواجد على شكل دبل هيليكس. الدي ان عباره عن حلزون، شكله بيبقى عباره عن حلزون ملتف. وقالت كمان ان الفوسفيت، الشوجر فوسفيت، الباك بون بتاع الدي ان ايه، الشوجر فوسفيت ده بيبقى موجود اوتسايد من الخارج، بينما النيتروجينوس بيزز بتبقى موجوده انسايد متعامده، بيبقوا في وش بعض، بتبقى موجوده انسايد. ده اللي قالته فرانكلين. يبقى تاني، يبقى ايه اللي عملته فرانكلين؟ فرانكلين استخدمت حاجه اسمها اكس راي ديفراكشن، حيود اشعه اكس. طب دي بنستخدمها لما الاشعه اكس يحصل لها حيود، بنقدر من خلالها نعرف شكل الجزيء. فهي عملت ايه؟ جابت اشعه اكس، عرضت الاشعه دي لدي ان سامبل، فايه اللي حصل؟ حصل ديفراكشن. اول ما اشعه اكس دخلت على الدي ان سامبل حصل لها ديفراكشن، فالديفراكشن ده طلع لنا صوره. الصوره دي اسمها الصوره 51 51. الصوره 51 لفرانكلين دي اشهر صوره عندنا. طب الصوره دي بينت ايه؟ الصوره دي فرانكلين قالت عليها حاجتين. قالت اول حاجه ان الصوره دي اظهرت ان الدي ان ايه دبل هيليكس شكله حلزوني. تاني حاجه قالت ان الشوجر فوسفيت موجود من الناحيه اللي بره، بيبقى اوتسايد. اللي موجود جوه هو ايه؟ هو النيتروجينوس بيزس. طيب ده كده بالنسبه لفرانكلين. عن طريق بقى شارجف الحاجات اللي قالها،
وفرانكلين الاثنين الحاجات اللي قالتها قدر واتسون وكريك يعملوا ايه؟ يعملوا ديسكفر ذا دي ان ستراكشر. سنه كام؟ 1953. جه واتسون وكريك سنه 1953 طلعوا ايه؟ طلعوا 3 دايمنشنال اوف دي ان اي. ده شكل الدي ان اي اللي احنا عارفينه لغايه دلوقتي. تمام؟ يبقى تاني يبقى عندنا واتسون وكريك ديسكفر ذا دي ان ستراكشر. قالوا ايه بقى؟ كل الكلام اللي اتقور قالوا تاني. قالوا الدي ان اي عباره عن 2 ستراند، والتو ستراند عندنا بنسميهم دبل هيليكس، حلزون ملتفين. والتو ستراند بيبقى انتي باراليل. يعني ايه انتي باراليل؟ يعني التو ستراند اوبوزيت دايركشن. يعني لو واحد من 5 برايم ل 3 برايم الثاني عكسه من 3 برايم ل 5 برايم. تمام؟ دي كده اول حاجه قالوها مين؟ واتسون وكريك. ثاني حاجه قالوها قالوا الدايمتر. الدايمتر بتاع الدي ان اي كام؟ 20 انجستروم، 20 انجستروم ده الدايمتر. ايه هي الانجستروم؟ الانجستروم دي اصغر من النانومتر. الانجستروم دي اصغر من النانومتر. الانجستروم ايكوال 10 باور نيجاتيف 10. دي وحده قياس يعني. تمام؟ فهم تاني حاجه قالوها قالوا ان الدايمتر بقطر الدي ان اي كام انجستروم؟ 20 انجستروم. طب تالت حاجه قالوا ان المسافه بين النيوكليوتايد بتساوي كام؟ 3.4 انجستروم. يعني ايه؟ يعني دلوقتي عندنا لو دي نيوكليوتايد مثلا ادينين واللي تحتها مثلا جوانين، المسافه بين النيوكليوتايد دي والنيوكليوتايد دي بتساوي 3.4. تمام؟ يبقى اول حاجه قالوها قالوا الدي ان اي عندنا عباره عن 2 ستراند. التو ستراند عندنا دبل هيليكس انتي باراليل. تاني حاجه قالوها قالوا الدايمتر قطر الدي ان اي 20 انجستروم. تالت حاجه قالوها قالوا ان المسافه بين النيوكليوتايد والثانيه كام انجستروم؟ 3.4. طب رابع حاجه قالوها قالوا التيرن. كل تيرن في الدي ان اي، كل لفه من الدي ان اي بتتكون من كام نيوكليوتايد؟ بتتكون من 10 نيوكليوتايد. تمام؟ اللفه الواحده بتتكون من 10 نيوكليوتايد. طب طول اللفه كام؟ نقدر نحسبها؟ احنا قلنا المسافه بين النيوكليوتايد والثانيه 3.4. تمام؟ دي اول حاجه. وقلنا التيرن اللفه بتتكون من 10 نيوكليوتايد. يبقى طول اللفه كام؟ طول اللفه هنقول 10 في المسافه دي اللي هي 3.4 هتساوي كام؟ 34 انجستروم. تمام؟ دي كده رابع حاجه قالوها. يبقى طول اللفه بتاعت الدي ان تبقى تساوي كام؟ تساوي 34 انجستروم. طيب اخر حاجه قالوها مينور وميجور جروف. قالوا الدي ان اي عندنا بيبقى فيه 2 جروف. اهو مثلا نمثلها هنا، ده عندنا كده اهو، ده اسمه مينور جروف. مينور جروف. وده ميجور جروف. ميجور جروف. تمام؟ ده كده اللي عملوا ايه؟ واتسون وكريك. هنقول ملحوظه بسيطه. الصوره بتاعت فرانكلين والكلام اللي قالته سهل الدنيا على واتسون وكريك، لانهم قبل الصوره دي كانوا بيتوقعوا ان النيتروجينال سبيسيس دي او الشوجر فوسفيت، النيتروجينال سبيسيس موجوده بره. ده كانوا بيتوقعوا مين؟ واتسون وكريك. يبقى فرانكلين اسهمت في الدي ان اي ستراكشر، في اكتشاف الدي ان اي. تمام؟ يبقى كل اللي عملته فرانكلين قالت لهم ايه؟ سهلت الدنيا عليهم. قالت لهم الدي ان اي عباره عن ايه؟ عباره عن شكل حلزون دبل هيليكس، وكمان الفوسفيت الشوجر فوسفيت موجودين من بره، واللي جوه هو ايه؟ النيتروجينال سبيسيس. فجي واتسون وكريك عملوا ايه؟ عملوا ديسكفر، طلعوا 3 دايمنشنال اوف دي ان ستراكشر، واضافوا بعض الحاجات. قالوا ايه؟ قالوا ان الدي ان اي عباره عن 2 ستراند، والتو ستراند دبل هيليكس انتي باراليل، التو ستراند عكس بعض. تاني حاجه قالوها قالوا الدايمتر 20 انجستروم، القطر 20 انجستروم. تمام؟ وقالوا المسافه بين التو نيوكليوتايد كام؟ 3.4. والتيرن اللفه الواحده بيبقى فيها كام نيوكليوتايد؟ بيبقى فيها 10 نيوكليوتايد. واخر حاجه قالوها قالوا عندنا 2 جروف، عندنا مينور جروف وميجور جروف. ده كان بالنسبه لمحاضره النهارده دور العلماء في اكتشاف الدي ان اي ستراكشر.